اكتر احساس مرعب حسيته في حياتي، لدرجه اني كنت متاكد ان معمول لي سحر، او ان اللي حاسس بيه جنبي ده اكيد جن. تخيل تبقى نايم عادي ومره واحده عينيك وودنك بس اللي يصحوا من النوم، وباقي جسمك حرفيا مشلول لدرجه انك تكون سامع حد بره بيتكلم ومش قادر حتى تحرك لسانك تنادي عليه. ويا ريت الموضوع يقف عند كده، لا، بعدها تبدا تحس بحاجه تتحرك جنبك وتقرب منك. وفي ناس بيحسوا زي ما يكون حد بيهمس بكلام غريب في ودنهم، وناس بيحسوا بحاجه بتضغط على صدرهم لدرجه انهم مش بيكونوا قادرين حتى يتنفسوا ويحسوا انهم بيموتوا. لو انت من المحظوظين اللي ما حسوش بالشعور ده، فاحب اعرفك بالجاثوم او شلل النوم. بس هو ليه بيحصل؟ ده لان النوم بتاعنا متقسم مراحل، منهم مرحله اسمها الريم ستيج، ودي المرحله اللي جسمنا بيحلم فيها، وعشان ما تتحركش وانت نايم فمخك بيشل عضلات جسمك. الجاثوم الرعب ده بقى بيحصل لما انت تستعيد وعيك بس مخك لسه في الريم ستيج، ولسه ما بعتش لباقي عضلات جسمك انها تتحرك، فتبقى شايف وسامع بس حاسس